السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نهضروا على الدعم المخصص للمتضررين من الفيضانات ديال شمال وغرب المملكة. غادي نهضروا شكون هما المناطق والأقاليم اللي غادي تستافد، وشنو هما الأنواع ديال الدعم اللي كاينة، وشحال ديال المبالغ أو القيمة ديال المبالغ المالية اللي غادي تعطى لكل فئة، وكيفاش نستافدوا من هذا الدعم هذا. فأولا المناطق أو الأقاليم اللي غادي تستافد من هذا الدعم هذا هي الأقاليم اللي تعنت أقاليم أو مناطق منكوبة، وهي قنيطرة، العرائش، سيدي سليمان، سيدي قاسم. ملي كنقولوا العرائش يعني كإقليم، كاين فيها جماعات ترابية ديالها اللي غادي تستافد اللي تضررت، وكذلك كتطبق على قنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم. ملي كنقولوا كذلك بزاف ديال الناس كيقول لك هنا ما ذكرش مثلا القصر الكبير، فراه القصر الكبير جماعة ترابية تابعة لإقليم العرائش. فبالنسبة للقيمة ديال الدعم اللي غادي تصرف، هنا غادي يكون دعم ومواكبة للمتضررين من الفيضانات، وغادي يتم صرف مساعدات مالية مباشرة للناس اللي تضرروا من هذه الفيضانات، والقيمة ديالها غادي توصل 3000 درهم لكل أسرة. وكذلك غادي يتم تأهيل الديور والمنازل والمحلات التجارية، الحوانات والبقالة الصغيرة المتضررة بالمبلغ ديال 15,000 درهم. إعادة بناء الديور المنهارة اللي تهدمت، اللي تريبت بسبب الفيضانات، بالمبلغ ديال 140,000 درهم. فكيفاش نستافدوا من هذا المبلغ ديال 6000 درهم أو هذه الإعانة أو الدعم المباشر للأسر المتضررة من الفيضانات؟ طريقة الاستفادة من هذه المساعدة المالية الاستعجالية، غادي ما عليكم غير توجهوا رسالة أو ميساج SMS، هادشي التليفون ديالك نتايا، رب الأسرة هو اللي عنده الحق، هاد الإعانة موجهة للأسرة، ورب الأسرة هو اللي عنده الحق يصيفط هاد الرسالة للرقم ديال 1212. ابتداء من الأسبوع المقبل، مازال ما تحددش النهار، عندكم الحق تبديو تصيفطوا الميساجات للرقم 1212 كما قلنا، ابتداء من الأسبوع المقبل. فهاد الميساج شنو خصو يكون فيه؟ خصو يكون فيه الرقم البطاقة الوطنية ديال رب الأسرة وتاريخ الازدياد، بهدف تمكين المصالح المختصة من التحقق من وضع الأسرة ودراسة الطلب ديال الاستفادة ديالك، البث فيه في أقرب الآجال. غادي تدرسوه ويتم الرد على صاحب الرسالة النصية. أما بخصوص الدعم المخصص لإعادة تأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة والمتضررة، وإعادة بناء المساكن، الديور والمنازل اللي تهدموا واللي تريبوا، غادي تكون هناك لجان محلية مختصة غادي تولى القيام بعملية الإحصاء ميداني دقيق للمحلات المتضررة بالمناطق مصنفة منكوبة. غادي تكون هناك واحد اللجنة هي غادي دير الإحصاء وغادي تدقق باش اللي كيستاهل وتضرر، مثلا المحل ديالو تضرر تهدم إلى غير ذلك، باش يشوفوا شكون اللي يسحق وشكون اللي ما يسحقش الدعم. وكذلك غادي يفتحوا المجال عند الاقتضاء أمام المعنيين بالأمر لتقديم ملتمساتهم إلى اللجان المختصة قصد دراستها والبث فيها وفق الضوابط المعتمدة. الناس اللي شافوا راسهم أنه كيسحقوا الدعم وما عطاوهمش الدعم، عندهم الحق يديروا ملتمس أو ما شابه ذلك. أما بخصوص الدعم الموجه للقطاع الفلاحي أو الفلاحي المتضررين، غادي يتم غادي يطلقوا واحد البرنامج للزراعات الربيعية، كيتلائم مع الخصوصيات المناطق المتضررة. غادي مثلا يكون هناك دعم ديال الزراعة الزيتية، القطاني والزراعات الكلائية، عبر دعم اقتناء البذور والأسمدة لتسريع وتيرة
استدراك الموسم. وكذلك غادي يتم الاستمرار، يعني غادي يستمروا في دعم الكسابة المتضررين، والله يخلف ما ضاع إن شاء الله يا ربي. ونتمنى إن شاء الله تكون في هذا الفيديو.